ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه احنا يعني مش كلنا بنعملها ونتمنى ان احنا نكون بنعملها. دعاء الاستفتاح في الصلاه. الدعاء دوت هو آية في سورة الأنعام. وأتمنى إن احنا نقوله بجد، يعني بيدي راحة وطمأنينة وسكينة أول ما نبتدي بيه الصلاة. طبعا بداية الصلاة والصلاة عامة صلة بيننا وبين ربنا، فبتدينا راحة نفسية وبتدينا أمان. ولما هنقول الدعاء دوت بردك هيبقى فيه راحة أكتر وطمأنينة، وأتمنى إن احنا نقوله. يعني بجد كلام ربنا كله جميل، وفي حاجات احنا بننساها فنفكر بعضنا بيها وناخد الثواب. ويا رب كده دايما ان احنا نكون في عون الله وفي معية ربنا. ونحاول ان احنا على قد ما نقدر نجتهد ان احنا نعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نقول بقى الدعاء في بداية الصلاة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. بجد أنا لسه بقوله بقاليش فترة طويلة، من وقت ما أنا بقيت أقوله بقيت حاسة إن أنا بدخل في الصلاة براحة بطمأنينة، إن أنا في تركيز أكتر، إني كل حواسي بتبقى في الصلاة. ساعات إحنا بنشرد وساعات إن إحنا ما بنبقاش مركزين، بس بصراحة والله حسيت ان الدعاء دوت خلاني بقيت التركيز اعلى. بقيت احس ان انا يعني في طمأنينة اكتر كده وانا واقفة بين ايد ربنا. مش مجرد ان انا بصلي للصلاة لا. كل ما بحاول الواحد يعمل حاجة فيها قرب لله ربنا بيسهلها له بإذن الله. فأتمنى ان احنا كلنا نقول الدعاء دوت وربنا يتقبل منا ويجعلنا كده من العباد الصالحين. ويجعلني دايما كده ان انا ادلكم على الخير، ويا رب كده نكون كلنا في احسن حال.